ابو حسين بيقول اخد الجينر كام جرعة في اليوم؟ دوت بسبب ان انا كنت عامل فيديو بتكلم فيه بقول ايهما افضل، الجينر ولا الكرياتين. بعيدا عن ايهما افضل، بس في حاجة انا عايز اجاوبكم عليها. اخد الجينر كام سكوب، او البروتين كام سكوب، او الكرياتين او مالتي فيتامين جرعته قد ايه، ولا الكلام ده كله. كل دوت بيرجع لنقطة انا اتكلمت فيها كتير، وهي جوهر المكملات نفسها. تعريف كلمة مكملات إن هي بتكمل جزء ناقصني في احتياجي اليومي من مادة معينة. ودوت بمعنى ان انا لو اثبتت ان انا عايز مثلا في اليوم 100 جرام بروتين، وانا بقدر ان انا احصل على 80 جرام بروتين من الاكل، فانا في الحالة ديت محتاج سكوب بروتين فيه 20 جرام علشان يكمل لي الاحتياج بتاعي. لو انا بدخل ال 100 جرام كلهم فانا مش محتاج بروتين. هنطبق القاعده دي على الجينر، فالحاجه الاساسيه في الجينر هي الكالوريز انتيك بتاعتها. ان الجينر بتكون فيها كالوريز كتيره، فبتساعد الشخص نحيف الوزن شويه ان هو يزود الكالوريز بتاعته. فاحنا لو عرفنا ان في شخص ما محتاج في اليوم 3000 كالوريز، فعلشان يبدا يزيد في الوزن محتاج 3500 كالوريز على سبيل المثال. واكتشفنا ان هو بياخد من الاكل بتاعه حوالي 2500 كالوري. فدوت محتاج يجيب مكمل الجينر، وهيكمل بحوالي 1000 سعر حراري من المكمل دوت. فيبدأ يشوف والله ال1000 سعر حراري دولت بيعملوا سكوب، بيعملوا 2 سكوب، بيعملوا 3 سكوب، على حسب المنتج نفسه وعلى حسب الكالوريز اللي ناقصاك. تيجي تطبق القاعدة ديت على أي نوع مكمل في العالم. زي ما اتكلمنا، لو انا معجز في البروتين، لو انا عايز 100 جرام بروتين على سبيل المثال، دوت رقم يعني رقم مش حقيقي، ده احنا بنقول مجازا يعني على سبيل المثال. فلو انا باخد 80 يبقى انا محتاج سكوب فيه 20 جرام. طب لو انا باخد 60 جرام من الاكل، فانا محتاج كده سكوبين من اللي هم فيهم 20 جرام، او اجيب منتج فيه 40 جرام على سبيل المثال، ده لو متاح يعني. اتمنى تكون الرسالة وصلت. مفيش رقم ثابت للجرعة بتاعت اي مكمل. ده بتعتمد على اختلاف احتياجك، وبتعتمد على اختلاف المكمل نفسه، والجزء الناقص اللي هيكمله لك المكمل دوت. ولو عندكم اي سؤال سيبوه في اي كومنتات تحت، واتمنى ان انا اكون فدتكم. وما تنسوش تعملوا فولو.